بسم الآب والابن والروح القدس إله الواحد آمين. بتحتفل كنيستنا الأيام دي بذكرى قديس من أعظم قديسين الكنيسة القبطية، القديس اللي أثبت إن مش مهم ماضيك عامل إزاي ولا أنت خدت حتى قد إيه وقت في خطيتك وبعدك عن ربنا، لكن المهم وقت ما رجعت لربنا قررت تعيش معاه لما لقيت إن في فرصة إنك ترجع، ولا قررت إنك تقاوح وتفضل عايش في بعدك عنه من غير ما تفكر هل هو مستنيك؟ هل هو فعلا بيدور عليك؟ ولا انت قررت تفضل بعيد عنه وبعيد عن حضنه؟ النهاردة احنا بنتكلم عن القديس العظيم في التوبة القوي الأنبا موسى اللي بيلقبوه بالأسود، لكن الواقع انه كان أبيض من بره ومن جوه. ودي مش كلمتي أنا، دي كلمة البطرك اللي لما الرهبان كانوا انتخبوه علشان يرسموه كاهن ولبس التونية البيضة، البطرك قال له يا بختك يا أنبا موسى، بقيت أبيض من بره ومن جوه. لكن القديس العظيم الأنبا موسى الأسود قال له كلمة حكيمة جدا، رغم إن كان بقى خلاص بقاله فترة كبيرة عايش مع ربنا. قال له يمكن من بره أكون أبيض بسبب التونية اللي أنا لابسها، لكن الواقع من جوه محدش عارفه ومحدش شايفه غير ربنا. القديس العظيم الأنبا موسى الأسود حياته في بدايتها كانت عبارة عن، لو فكرنا نلخصها، حب واعتباد أو مشي دايما ورا الذات وورا الشهوات اللي النفس بتشتهيها. والدليل على كده ان كان بيقال عنه في كتاب فردوس الآباء او بستان الرهبان الموسع، كان بيقال عنه انه كان ميال جدا للأكل الكتير وللشرب وللسكر، وكان بيشرب لحد ما يفقد الوعي تماما. وفي بداية حياة القديس الأنبا موسى الأسود كان عبد عند أحد الناس اللي هم أصحاب النفوذ والسلطة، لكن بسبب مشاكله الكتير الشخص ده قرر إن هو يطرده ويمشيه من بيته. وساعتها اتعرف على عصابة، ومن كتر ما هم أعجبوا بشجاعته وبقد إيه هو قوي وبنيته الجسدية عظيمة جدا، قرروا يخلوه زعيم للعصابة بتاعتهم. وبيتحكي كمان عن القديس العظيم الأنبا موسى الأسود إن في مرة من كتر ما هو كان حياته مليئة بالشر كده زي ما بنقول في التنجيد بتاعه، كان في راعي غنم. راعي الغنم ده كان مضايق القديس الأنبا موسى الأسود أيام ما كان لسه من البربر، فقرر الأنبا موسى الأسود إنه ينتقم منه. وكان بيفصل بينه وبين راعي الغنم ده حاجة زي بحيرة أو مجرى مائي، لكن ما خلاش المجرى المائي ده يوقفه أو يكون عائق بالنسبة له علشان ينتقم منه. بالعكس، بيقال إن هو خلع هدومه ونزل عدى النهر أو عدى البحيرة دي، وراح أخد كام خروف أو كام حاجة من اللي الراعي ده مربيهم، وأكل منهم وشرب كمان ليلتها لحد ما نام من كتر الشرب اللي كان بيشربه. وكان معروف عنه من كتر قوته لما العصابة اختارته يكون زعيم عصابة ان مفيش اي قافلة عدت من المكان اللي هو كان متعود يسطو فيه على الناس سلمت من تحت ايده. بالعكس، كان دايما بيتفنن في ان هو ازاي يسرقهم وينهبهم وممكن كمان يبيعهم كعبيد علشان يبقى كسب منهم من كل النواحي. لكن في وسط كل الحاجات دي واللي احنا برضو احيانا بنبقى موجودين فيه، ان انسان رغم كل الشر ده وكل الطبيعة اللي هو كان عايش فيها من فكرة حب الشهوة وحب اللذة، كان لسه جواه جزء بيدور على ربنا. هو ما كانش يعرف مين ربنا من الاساس، لكن كان جواه رغبة طول الوقت ان هو يحاول يعرف مين ربنا ويحاول يعيش مع ربنا ده. موسى بحكم الطبيعة البربرية والطبيعة الصحراوية اللي كان عايش فيها كان بيعبد الشمس زيه وزي كل الناس اللي كانوا عايشين وقتها في الصحاري. لكن من كترة ما هو كان عنده اشتياق يعرف الإله الحقيقي، وقف كده في مرة واتخانق مع الشمس، قال لها يا شمس لو انت الإله الحقيقي عرفيني انك انت الإله ده. وكان برضو بيسأل النار لو انت الإله الحقيقي عرفيني. لكن وقتها شخص بسيط جدا قال له طالما انت بتدور كده على الإله الحقيقي، روح للإسقيط أو برية شهيد وهناك انت هتعرف مين هو الإله الحقيقي. وساعتها القديس الأنبا موسى الأسود سمع كلام الشخص ده وقرر انه يروح
لبرية شهيد أو للإسقيط. ووقتها أول حد شافه كان القديس العظيم الأنبا إيسيزوروس القس، اللي هو بيطلق عليه قس القلالي. ووقتها من هيئة الأنبا موسى الأسود اللي هي صعبة وحادة، ونظرته كمان الصعبة واللي كان بيتحكي عنها قد إيه هي مرعبة، مجرد ما أي حد يبص في عينه هو ذات نفسه استغرب من هيئته وخاف في البداية، وسأله أنت جاي ليه هنا أو بتدور على إيه؟ فساعتها الأنبا موسى قال له أنا عرفت إنك أنت عبد صالح للإله الصالح، وجيت علشان تكلمني عن إلهك ده. وساعتها الأنبا إيزيزوروس خده بكل لطف وبكل محبة، وكانت دي لحظة بداية تغيير القديس العظيم الأنبا موسى الأسود من الشخص اللي كان بيدور على الشهوة وبيدور على نفسه طول الوقت، للشخص اللي بقى بيدور على ربنا في كل لحظة في حياته وبيحاول إزاي يعيش معاه. وساعتها خده علشان يدخلوا الكنيسة، لكن وقف الأنبا موسى في البداية وقال له اصبر، ما ينفعش تدخل بسيفك للكنيسة. وساعتها الأنبا موسى خلع سيفه وهم داخلين الكنيسة، ولما قعدوا وكلموا أكتر عن الإيمان وعن الفداء وعن قد إيه ربنا بيحبه وعن قد إيه المسيح علشانه وافق إن هو يجي ويتألم ويموت على عود الصليب، اشتهى إنه يعيش زي الناس دي وإن هو يبقى مسيحي زيهم. وفي البداية علشان يتعمد ويبقى مسيحي وكده، الأنبا مكاريوس لما كان قاعد في وسط الاعتراف اللي كان الأنبا موسى بيعترف في وسط الكنيسة قدام كل رهبان برية شهيد، شاف إن كان في ملاك موجود بيبيض لوح القديس الأنبا موسى الأسود، كل خطاياه ابتدت تتمسح. وبعد ما كانت لوحه مليانة بالخطايا والشهوات اللي كان بيعملها والحاجات اللي بيعملها، لأنه بيقال عنه إنه قتل أكتر من 100 نفس قبل ما يدخل كمان المسيحية. كل الحاجات دي كان الملاك وهو بيعترف بالدموع وبالتنهد، كان الملاك موجود وبيمسح كل خطاياه دي علشان يرجع لوحه أبيض من أول وجديد. والقصة ما وقفتش لحد هنا، دي كانت يدوبة البداية بتاعت القديس العظيم الأنبا موسى الأسود، اللي بعدها لما عاش وسط الرهبان بتوع برية شهيد ابتدت طبيعته تتغير واحدة واحدة. لكن كان في درس مهم جدا، الدرس ده مش بس لكل حد واقع أو لكل حد بيفكر إن هو ملهوش توبة، لا، هو ده لكل حد عايز يعيش حياة حقيقية مع ربنا. الأنبا موسى في بداية جهاده في البرية ما سلمش من فكرة حروب الشيطان اللي كانت مستمرة عليه حتى بعد ما دخل الدير. بيتحكي عنه إنه في ليلة من الليالي من كترة ما الشيطان كان بيضربه بالشهوات الجسدية، كان عمال بيحاول طول الوقت يروح للأنبا إيزيزوروس يقول له يا أبانا الحروب عمالة تهاجمني، الحروب عمالة بتزيد، أنا مش قادر أنام، أنا عمال كل ما أغمض عيني بشوف حاجات صعبة، أنا مش قادر أهرب من التفكير ده، مش قادر أبعد عن الأفكار دي. لكن ساعتها الأنبا إيزيزوروس لما لقى الأنبا موسى عمال بيروح وبيجي عليه كل شوية، خده من إيده وطلع بيه فوق السطح، قال له بص كده الناحية دي، اللي موجودين الناحية دي دول اللي بيحاربونا، لكن بص الناحية دي. ولما بص لقى إن في جيوش ملايكة كبيرة جدا بتحارب علشانه. وعشان كده الأنبا إيزيزوروس قال له اطمن، اللي بيحاربوا معانا أكتر من اللي علينا، اطمن وروح قليتك وما تخافش. ومن خلال العشرة الحقيقية مع ربنا ووحدة الأنبا موسى في قليته قدر المستطاع، لأن دي برضو نقطة هنتكلم عنها، قدر إن هو مع الوقت يعيش في حياة الجهاد، وإن هو يقدر يقاوم كل الأفكار اللي كانت بتجيله وكل الحروب الشيطانية اللي كانت بتقوم عليه. بالعكس كمان طبيعته اللي هي كانت صعبة أو شديدة وبتميل للانتقام وللخناق طول الوقت، وإن هو لو حد ضايقه ياخد حقه بإيده، نلاقي إن برضو بستان الرهبان كان بيحكي عنه إن طبيعته دي اتغيرت، إنه في ليلة لما كان روح قليته لقى مجموعة من اللصوص بتحاول تسرق قليته، لكن رد فعله كان غريب. ساعتها هو ما عملش حاجة غير إن هو دخل كتفهم كلهم وربطهم كأنه كان بيربط حزمة من الخشب أو حزمة من القمح، وشالهم كلهم على كتفه ومشي بيهم من غير ما يأذيهم، لحد ما وصل بيهم
لمجمع الرهبان وهم مجتمعين، وقال لهم يا ابائي انا دخلت القلاية لقيت دول بيسرقوني، انا ما بقتش عايز انتقم ولا عايز اعمل اي حاجة، فانا جبت لكم الناس دول علشان انتوا اللي تقولوا لي اعمل ايه او اتصرف ازاي. وساعتها اللصوص ذات نفسهم استغربوا، لان هم كانوا بيسمعوا عن القديس الانبا موسى قد ايه هو قوي وقد ايه هو شرير وقد ايه هو ممكن ينتقم ويبقى رد فعله صعب وشديد جدا، فكانوا مستغربين الطريقة اللي هو اتعامل بيها معاهم. فسألوهم هو مين ده وازاي بقى كده؟ فقالوا لهم ده القديس الانبا موسى الاسود. ازاي؟ احنا كنا بنسمع عنه قد ايه هو صعب وقد ايه هو شديد. وعلشان لما شافوا النعمة اللي غيرت في القديس العظيم الانبا موسى الاسود، هم كمان اتغيروا ودخلوا في الايمان وحبوا يعيشوا زي الاباء الرهبان اللي شافوهم في البرية عايشين مع الانبا موسى الاسود. من القصص كمان اللي بتتحكي عن الانبا موسى الاسود عن قد ايه هو كان بيحب ان هو يعيش في وحدة وعشرة حقيقية مع ربنا، وده اللي لما ما كانش لاقيه في الدير بسبب ان طول الوقت الاباء الرهبان بيدوروا عليه. الاباء الرهبان طول الوقت عايزين منه كلمة منفعة، عايزين يقعدوا معاه، عايزين يتكلموا معاه. قرر انه يروح يسأل ابوه المعلم مؤسس الاسقيط الانبا مكاريوس، قال له يا ابانا انا مش عارف اقعد لوحدي. لكن ساعتها الانبا مكاريوس نصحه انه يروح يقعد عند صخرة بتسمى صخرة بترا، وراح قعد عند الصخرة دي وعاش هناك فترة في توحد، وحصلت كمان معجزات كتير أثناء الفترة اللي هو كان موجود فيها هناك. لكن من المواقف اللي مشهورة عنه إنه بعد ما كان غرقان في حب الذات وإن هو كان دايما بيحاول إزاي يشبع رغباته، والنقطة دي اللي أغلبنا برضو بنقع فيها، نلاقي إن بيتحكي عنه إنه لما كان قرر أو يعني اشتهى إن هو ياكل سمك، قرر يجيب تعبان وسلخه وشواه. فلما جاله ضيوف ولسه هيجوا ياكلوا منه قال لهم لا ما تلمسهوش لان ده عبارة عن وحش. فسألوه يعني ايه وحش يا ابانا؟ قال لهم النفس الضعيفة اللي قدامكم اشتهت انها تاكل السمك، فعلشان كنت اجمع جسدي واستعبده زي ما الكتاب المقدس كان بيقول، قررت ان انا اجيب التعبان ده واسلخه واشويه علشان اقتل الشهوة اللي جوايا. وبيتحكي كمان عنه انه لما كان في مرة جات له مجموعة من الرهبان ووقتها قدم لهم اخر شوية مية موجودين عنده، ساعتها ابتدوا يلاحظوا انه هو عمال يخرج ويدخل كل شوية لحد ما دخل في المرة الاخيرة وهو مبلول لكن فرحان ومبتسم. فسألوه يا ابانا انت بتضحك ليه وايه اللي بالك كده؟ قال لهم الصراحة يا ابائي انا قدمت لكم في البداية آخر شوية مية عندي، ولما فكرت إن أنا أعمل لكم أكل للأسف ما كانش عندي مية أعمل لكم بيها الأكل ده، فكنت عمال بخرج وبدخل كل شوية علشان أطلب من ربنا إن هو يبعت المطرة أو يبعت لي مية عشان أعمل لكم بيها الأكل وضيفكم. وفي المرة الأخيرة ربنا سمع كلام قلبي وسمع صلاتي له وبعت لي المطرة ملت كل الجرار علشان أقدر أضيفكم وأعمل لكم الغدا. فساعتها مجدوا ربنا وشافوا قد إيه إن الإنسان ده بقى عايش مع ربنا وبقى بينه وبين ربنا عشم كبير جدا، لدرجة إنه لما يطلب من ربنا إنه يبعت مية يخلي الدنيا تمطر علشانه. بيتحكي كمان عنه في الفضايل إنه هو كان بيحب يكرم كل الناس حتى لو على حساب نفسه. والدليل على كده ان لما الرهبان في الاسقيط قرروا في مرة ان هم كلهم يصوموا، الانبا موسى كان ملتزم بالقرار، لكن لما جاله ضيوف وقرر ان هو يضيفهم، مجموعة من الرهبان شافوا في دخان طالع من قلاية الانبا موسى، فافتكروا ان الانبا موسى كسر القانون ده، كسر الوصية بتاعت الصيام. ولما راحوا قالوا الآباء قالوا محدش يتكلم معاه لحد ما نتجمع كلنا في المجمع وساعتها نعرف منه ايه اللي حصل. وساعتها لما قعد ساعتها حد من الشيوخ الكبار قال له أنا واثق ومتأكد إنك ما كسرتش الوصية غير علشان تعمل حاجة تانية أكبر. فقال له الحقيقة أنا كان جالي ضيوف وكنت عايز أكرمهم،
أنا ما شفقتش على نفسي ولا على جسدي، لكن أشفقت عليهم. هم ليه يبقوا جايين من سفر وكمان ما يلاقوش حاجة ياكلوها؟ وعشان كده قررت إن أنا أقدم لهم أكل، لكن فضلت محافظ على إن أنا ما أكلش. ودي كانت وصية تانية أكبر، إنه مش بس حب قريبه كنفسه، لا هو كان بيشفق على غيره أكتر ما بيشفق على نفسه. ومن الفضائل الحلوة كمان في الأنبا موسى إنه كان لما وصل لمرحلة قداسة وحياة حلوة مع ربنا وعشرة حقيقية، ما كانش شايف نفسه إنه هو قديس وإنه هو أحسن من غيره. بالعكس، لما أحد الولاة كان قرر يروح يقعد معاه ويشوفه، كان قاعد في الصحراء والموكب بتاع الوالي كان معدي عليه، فسأله قال له: أنت تعرف فين مغارة الأنبا موسى؟ فمكتوب كده في بستان الرهبان إنه قال له: أنت عايز منه إيه؟ ده راجل أبله. أنت عايز منه إيه؟ ده راجل أبله. هتروح تعمل معاه إيه؟ الأحسن روح خد بركة الكنيسة وامشي. ساعتها الوالي ما سمعش كلامه وسابه ومشي. ولما راح ووصل للكنيسة قال لهم: ده أنا قابلت راجل غلط في الأنبا موسى الأسود وقال عليه أنت عايز منه إيه؟ ده راجل أبله، وروح خد بركة الكنيسة وامشي. ساعتها الجملة دي خلت كل الآباء اللي كانوا مجتمعين في الكنيسة يتخضوا. هو مين ده اللي يقول كده على القديس العظيم الأنبا موسى الأسود؟ وقالوا له: ما توصف لنا كده مين الشخص اللي قال لك؟ فقال لهم إن هو راجل أسمراني بدقن بيضة وكبير في السن جدا، وقاعد الجلابية بتاعته مطربة وحالته حالة. راحوا الآباء ابتسموا وضحكوا، قالوا له: لا قال لك على الأنبا موسى إن هو رجل أبله؟ هو الأنبا موسى بنفسه. هو تواضع وما كانش عايز مجد الذاتي عنده يزيد. هو مش عايز مجد يزيد غير مجد ربنا، ولا نعمة تبان غير نعمة ربنا اللي موجودة جواه. فضايل كتير موجودة في حياة القديس الأنبا موسى الأسود، ودروس كتير ممكن نتعلمها منه. زي درس كمان إن لما أحد الشيوخ الكبار كان تعب وقرروا إن هم يسفروه لمصر وقتها اللي هي القاهرة دلوقتي، قال له: ما تسافرش لأنك ممكن تغلط هناك. وده كان شيخ كبير، والشيخ ما صدقش وضحك، قال له: إزاي يا أبانا أغلط بعد كل السن ده؟ لكن الواقع إن الشيخ اللي ما سمعش الكلام ونزل مصر غلط فعلا مع ممرضة وندك عنها طفل. ولما قرر يرجع للدير وكده، الأنبا موسى قال لهم إن ما تضيعوش فرصة قادرين تتوبوا فيها، لأن كمان من أقواله العظيمة جدا واللي بحبها جدا بتقولك إن مفيش خطية بلا مغفرة إلا الخطية اللي بلا توبة. يعني من الآخر، طول ما أنت لسه عندك الفرصة إنك ترجع، لسه عندك الفرصة إنك تحاول، لسه عندك الفرصة إنك تقوم من تاني وتعيش فعلا مع ربنا، فأنت لسه الفرصة في إيدك، لسه الفرصة موجودة ولسه الباب مفتوح. المهم إنك أنت اللي ما تضيعش الفرصة، بالعكس تحاول إنك تستغل الفرصة دي بالشكل الصح، وتحاول إنك تعيش في عشرة حقيقية مع ربنا. وساعتها ربنا مش هيضيع توبتك ولا هيضيع عليك الفرصة، بالعكس هو مستني منك خطوة. هو كان مستني ان الأنبا موسى يبدأ ياخد خطوة بس ناحيته ويحاول يعرفه، لكن هو كان مجهز له كمان الأنبا إيزيزوروس اللي ياخد بإيده، كان مجهز له الأنبا مكاريوس اللي هيشوف الملاك وهو بيبيض لوحه وهو بيعترف. هو مستني منك بس انك تبدأ. المهم انك تقول له: انا قلبي في ايدك، انا قلبي وحياتي كلها بين ايدك انت، خليني كده اتغير زي ما غيرت القديس العظيم الأنبا موسى الأسود، وزي ما غيرت أوسطينوس، وزي ما غيرت مريم النصرية، وزي ما غيرت تقيس، وزي ما غيرت بقيسة، وغيرت ناس كتير. خليك مصدق ان هو كمان قادر يغيرك انت كمان. ما يغركش بدايتك عاملة ازاي ولا خطاياك حجمها قد ايه، لكن خليك عارف ان ربنا له عندك له حاجات اكتر بكتير من اللي انت ممكن تتخيلها. خليك عارف انك ليك خيرات
اكبر من انت ممكن تتخيلها بتشلالك عند ربنا. المهم انك تاخد الخطوة. حتى بيقال كمان عن القديس العظيم الأنبا موسى الأسود إنه من كتر ما خلاص بقى عايش كده ومسلم كل حياته ربنا، إن وقت ما عرف إن البربر هيهاجموا على الدير اللي قاعد فيه أو هيهاجموا البرية كلها، ساعتها قال للآباء: يا آباء خلوا بالكم، البربر جايين، كل واحد يحاول يشوف هيعمل إيه. ساعتها الآباء سألوه: طب وانت يا أبانا مش هتهرب؟ قال لهم: لا. ساعتها كان بيقول إن هو زي ما قتل ناس المفروض إن هو كمان يتقتل، لكن الواقع إن هو حب إن يكون حياته شهادة واستشهاد، استشهاد من أجل اسم المسيح، وشهادة عن عمل المسيح في حياته. وساعتها الآباء حتى لما شافوا قد إيه هو ثابت وسط كل الهجوم اللي هيحصل ده، هم كمان قرروا يكونوا معاه. لكن وقت ما حصل شن الهجوم ده، في أحد الإخوة قرر إنه يهرب وراح استخبى ورا دبة، لكن وقتها شاف إن الملائكة نازلين من السماء، كل واحد ماسك 7 أكاليل في إيده، فمنظر جميل جدا. وكان في ملاك واقف معاه تاج مستني إن الشخص ده هو كمان يقدم حياته من أجل المسيح. وساعتها طلع واستشهد هو كمان. وساعتها القديس الأنبا موسى الأسود اتنيح أو استشهد وهو عنده 75 سنة، علشان حياته تبقى أقوى درس في فكرة التوبة، في فكرة حياة حقيقية مع ربنا، في فكرة إنك ما تفكرش في إنك أنت ملكش فرصة أو ملكش مكان عند ربنا. بالعكس، كل يوم ربنا بيديهولك هو فرصة جديدة إنك تعيشها معاه. كل لحظة ربنا بيديهالك هي فرصة جديدة علشان تتمتع بيه وتعيش معاه في عشرة حقيقية. المهم، هتفضل واقف بعيد ولا هتاخد الخطوة وتروح له؟ ولربنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين.